قبل ما نبدأ ياريت تصلي على النبي. بيبدأ فيلمنا مع ماريا وهي طالعة من بيتها ورايحة المدرسة، وتقابل صاحبتها ليلي في الطريق وبيركبوا الباص ويتنمر عليها مارك كالعادة وما بيسيبهاش في حالها. بعد المدرسة بتبقى ماريا قاعدة مع ليلي ويتفرجوا على جين حبيب ليلي وهو بيتمرن هوكي مع فريقه، وبتقطع ليلي تمرين الفريق وتتغسل في حبيبها، وتكون ماريا بتبص عليهم بحقد وتتمنى إنها تكون مكان ليلي. وتروح ماريا البيت وبتتعشى مع أسرتها وبتتكلم مع والدتها وتقولها إنها لازم تلاقي رفيق ليها في حفلة تخرج في المدرسة. ولكن ماريا بتتعصب من كلام والدتها عشان بيبقى عندها عقدة من الموضوع، وتسيب العشا وبتطلع على أوضتها. فبيتكلم والدها مع والدتها وبيقولها إن بنته حالتها النفسية وحشة وإنها ملهاش صحاب وانطوائية وعلى طول مكتئبة ومبتاكلش. وبتبقى ماريا سامعاهم من على السلم وبتعيط. بتطلع أوضتها وبتكون قدام المراية عشان تظبط شكلها، وبتلاقي ورقة وبتكون عبارة عن صورة لجنين توأم ومبتكونش فاهمة حاجة. وبعدها بتدخل تستحمى وبتكون جنب مراية الحمام، ولكن بيحصل حاجة غريبة وبتلاقي انعكاسها في المراية بيبصلها، فبتتخض ماريا وبتحس إنها بيتهيألها. فبتشيل البخار من على المراية بإيديها، ولكن بتلاقي انعكاسها في المراية بيبصلها وبيبتسم. فبتجري بسرعة على أوضتها من الخوف، وبتصحى ماريا تاني يوم في ميعاد الفطار وبتتكلم مع والدها وبتبقى عايزة تقوله على اللي شافته في الحمام، ولكن بيبقى باين على وشها إنها منامتش طول الليل. فبيقولها والدها إنها تهتم بنفسها شوية، ويقولها تطلع تحط مكياج يداري اللي في وشها من قلة النوم. بتطلع ماريا الحمام وتحط المكياج، ولكن مبتبقاش واخدة بالها إن انعكاسها في المراية بيبصلها. وبتطلع من البيت عشان تركب باص المدرسة وبتشوف مارك وهو بيشاورلها عشان تركب وبيفضل يتنمر عليها، ولكن بتظهر صاحبتها ليلي بعربيتها الجديدة وتاخد ماريا معاها في العربية. وبيوصلوا البيت جون، وبتخلي ليلي يركب مكان ماريا وتقعد ماريا ورا على الكنبة وبتبقى متضايقة. في المدرسة بتكون ماريا ماشية في الطرقة وبيكعبلها مارك على الأرض ويخلي كل الطلبة يضحكوا عليه. وساعتها بيتدخل جون وبيتخانق مع مارك عشان اللي عمله، وبيفصل الطلبة ما بينهم، وبيطمن جون على ماريا وبيبتسم في وشها. وتروح ماريا البيت وبتستحمى وبتنام في البانيو، ولكن بيجيلها حلم عن عملية توليد ورضيع بيعيط. فبتقلق ماريا وبتفضل تفكر طول الليل في اللي شافته لحد ما بتسمع صوت حد بينادي على اسمها في الحمام. فبتروح وبتشوف في ايه في الحمام، ولكن بتلاقي انعكاسها في المراية مديلها ضهره وبيتكلم مع بعض. وبتسأل ماريا الانعكاس هو عايز ايه، فبيقولها انه عايز يتخلص من ألمها وحزنها، ويقولها كمان انه عارف مخاوف ماريا وأسرارها وانه معاها من يوم ما اتولدت. وبيطلب من ماريا انها تبصله وتقوله هي شايفة ايه، فبتقوله إنها شايفة واحدة جميلة. فبيقوله إن عكسها إن الجمال ده جمالك. فبتسأله ماريا عن اسمه، فبيقولها إنه اسمه إيرام وده بيكون عكس نطق اسم ماريا. وفي تاني يوم بتصحى ماريا من النوم وبتروح تفطر مع أسرتها، واللي بيلاحظ إن بنتهم بشرتها ووشها ناضرين عن غير العادة. وتقول لهم ماريا إنها قررت إنها تحضر حفل تخرج اللي في المدرسة، وبتسأل والدتها عن مين رافقها في الحفلة. فبتقولها ماريا إن مفيش حد لغاية دلوقتي، ولكن بيكون والدها مبسوط من التقدم اللي بتعمله بنته عشان تهتم أكتر بنفسها. وتروح ماريا المدرسة، وبعد ما بتخلص يومها هناك بتروح على عيادة والدها، وبيكون والدها شغال دكتور عملية تجميل. وتلاحظ ماريا إن العيادة في واحدة اسمها كلوديا بتتكلم مع والدها وتقولها إنها جت من غير ميعاد عشان يكشف عليها. وتلاحظ ماريا إن في حاجة بينهم بتحصل. وبعدها بتخرج ماريا مع والدها السينما عشان يتفرجوا على فيلم، وهناك بتلاحظ إن مارك موجود في نفس القاعة معاهم. وبمجرد ما بيخلص الفيلم بتجري ماريا لبره عشان مارك ما يشوفهاش، ولكن مارك بيشوفها وبيتكلم مع والدها ويقوله إنه عايز يكون طبيب زيه لما يكبر، وإنه نفسه يقعد معاه عشان يستفيد بخبرته في مجال الطب. ويمد مارك إيده يسلم على ماريا قدام والدها، ولكن ماريا ما بتعرفش إنها متسلمش عليه وبتسلم بسرعة وبتمشي. وأثناء ما هما مروحين بتبقى خايفة تشوف انعكاسها في مراية العربية عشان ما تشوفش إيراد. ويقولها والدها إنها تعدي عليه بكرة في العيادة، وده عشان عيد ميلاد ماريا قرب وعايز يجيب لها هدية بمناسبة العيد ميلاد. وبتروح ماريا البيت وبتتكلم في مراية الحمام مع إيرام، وتقول لها إيرام إن والد ماريا بيخجل منها وإنه شايفها مش جميلة. هو دكتور تجميل، ولكن ماريا بتقول لها إن تفكير إيرام غلط، وإن والدها هيجيب لها عربية بمناسبة عيد ميلادها عشان ما تركبش باص المدرسة. ولكن بتسمع صوت والدها بيتكلم مع مراته برا الحمام، فبتنطل ماريا كلام وبتقفل النور. وبيجي تاني يوم وتروح ماريا لوالدها العيادة عشان يجيب لها الهدية، ولكن بتلاقيه بيدخل لها أوضة الكشف وبيوقفها قدام المراية وياخد مقاسات ودانها ومناخيرها وشفايفها عشان يعدل عليها.
وده عشان تحس ماريا إنها جميلة وإن دي هدية لبنته، وبيسيبها بعد لما خد المقاسات وسجلها، وبيقول لها إنه هيستعد عشان ياكلوا بره. ولكن ماريا بتعيط عشان اتأكدت إن والدها بيبصلها ازاي، وبتمسح إيرام دموعها في المراية في العيادة. ولما بتروح ماريا البيت بتتكلم مع إيرام في مراية الحمام، وتقول لها إيرام إن مفيش حد بيهتم بيها، وبتتريق على مامتها وإنها بتسمع اللي جوزها بيقوله من غير تفكير زي الحيوانات. فبتضحك ماريا بصوت عالي في الحمام، وبتدخل عليها والدتها من غير استئذان، وبتسأل بنتها بتتكلم مع مين، وبتبقى فاكرة إن بنتها شاربة مخدرات وبتهلوس. بتروح والدتها تشتكي من اللي حصل لجوزها، فبيديها جوزها مهدئات ويدهنلها كريم على وشها، وبيقولها إن كل حاجة هتكون كويسة، وإنه لما يعمل العملية لبنته هيبقى عندها ثقة في نفسها. وتفضل مراته بصله وهو بيدهنلها، وتقوله إن الأحلام الغريبة بدأت ترجع تاني. وفي تاني يوم بتروح ماريا مع صاحبتها ليلي لمكان جليدي، وده عشان تعلمها ليلي ازاي تتزلج على الجليد، لأن حفلة تخرج معاهم على ملعب الهوكي الجليدي. وبتسيبها ليلي تقع ما بتساعدهاش إنها تقوم، وتقول لماريا إنها تبعد عن جو وإنها بتاعه لوحدها بس. وبتسيبها ليلي وبتفضل ترقص على الجليد قدام صاحبتها ماريا اللي عمالة تستنجد بيها عشان تساعدها إنها تقوم. وتروح ماريا البيت وبتتكلم مع إيرام، فبتقولها إيرام إنها عايزة تخلص ماريا من الحزن اللي هي فيه، وإنها تثق فيها، وبتقولها إنها تبدل معاها مكانه وهي هتصحح الأوضاع ليه. وتطلب من ماريا إنها تحط على المراية إيديها التانية، وإنها تبوس نفسها في المراية عشان يتم التبادل. ولكن والدتها بتنده عليها قبل ما تخلص مراسم التبادل، وبتقاطعهم وبتلبس والدة ماريا بنتها الفستان لحفلة التخرج، وبتديها صور للشعر. وبتوصل ماريا للحفلة وبتقابل جون وبترقص معاه، ويتزلجوا على الجليد لحد ما بتشوف ليلي، وبتقع ماريا على الأرض وبيقع صور الشعر كمان. وساعتها بيمد مارك إيده لماريا على الأرض عشان يساعدها تقوم، ولكن بتكون خدعة وبيمسكها مارك وبيشدها ويجرها على الجليد وسط كل الطلاب وهما بيضحكوا عليها. وتعيط ماريا وبتروح الحمام وتحاول توصل لإكرام، وتنده عليها وبتقعد تعيط وبتقوله إنها ترجع عشان محتاجاها. ولما إيرام بتظهر بتخلي ماريا تكمل مراسم التبادل، وأخيرا بتبدل مكانهم هما الاتنين، وبتبقى إيرام هي اللي موجودة في العالم الحقيقي. وبالليل بتيجي لوالدتها كوابيس عن يوم ولادتها واللي كان جوزها حاضر لعملية الولادة في تاني يوم. بتتكلم ماريا اللي هي إيرام مع والدتها، وبتقول لها إن الحفلة كانت مثالية ورائعة، وإن حصل لها كل اللي بتتمناه. وبتسأل والدتها على الأكل عشان بتكون جعانة، وتحط لها والدتها الأكل، ونلاقي بنتها بتاكل بجشاعة غير عادتها. وتروح ماريا المدرسة وبتسمع مارك وبيندى عليها ويقول لها ملكة التلج، وبتقوم باصة لمارك بنظرة مخيفة وبتقرب منه. وبيفضل مارك بعدها مش عارف يتمالك أعصابه ويرتعش، وبيلاحظ جون اللي حصل، وبيروح لها وبيديها الصور اللي وقع منها في الحفلة وبتقطعهم ليلي. وبيمشي جون، وبتلمح ماريا إنها معملتش حاجة لما كانت بتتهزأ في الحفلة. بتقول لها ماريا إنها عايزة تكمل تمرين ليلي ليها بالرغم إن حفلة التخرج خلصت. بعد المدرسة بتفضل ماريا تتمرن لوحدها على التزلج، وبعدها بتروح لوالدها العيادة، وبيبقى والدها مستغرب عن سبب مجيئها له. ولكن ماريا بتبوسه من خده وبتقوله إنه وحشها جدا، وبتطلع من غير كلام. وبتوصل لمكتب السكرتيرة وبتاخد رقم كلوديا من السجلات، وبتتصل بيها وتقولها كانت السكرتيرة إن حجز كلوديا اتأجل للساعة 1. بعدها بتطلب ماريا من السكرتيرة الحقيقية إنها تتصل على والدة ماريا وتقول إنها تيجي الساعة 1، وده عشان موعد ما بين والدها ووالدتها على الغدا. وبتيجي الساعة 1 وبتتفرج ماريا على والدتها وهي داخلة العيادة، وهي طالعة بتقابل كلوديا في الأسانسير. وبتقول والدة ماريا لكلوديا إن فستانها عجبها، فبتشكرها كلوديا وتقول لها إن الفستان المفضل للدكتور صاحب العيادة. وبالليل بتتعشى ماريا مع والدتها لوحدهم، وبتسأل هو فين والدها، ولكن والدتها بتكذب وتقول لها إنه ورا شغل وهيتأخر. فبتكرر السؤال تاني لوالدتها وبتبتسم، وتطلب من والدتها إنها تقول الحقيقة، وإن والدها مشغول بإنه بيعمل علاقات مع ستات تانية. فبتضربها والدتها بالقلم على وشها وبتعتذرلها على طول وتقولها إنها آسفة. ولكن ماريا بترد عليها وبتقولها إنها مش آسفة. وفي تاني يوم في المدرسة بيتنمر مارك على ماريا وبيقولها إنه هيموتها. فبتستناه ماريا بعد المدرسة وبتستدرجه للحمامات. أول ما بيدخل مارك الحمام بتمسك ماريا مضرب الهوكي وبتكسر بيه ركبة مارك. وبعدها بتركب ماريا العربية مع صاحبتها ليلي، بيوصلوا المكان بيتمرنوا فيه على التزلج. وهناك بتنبهر ليلي من قدرات ماريا في التزلج، وتفضل تتحداها تعمل حركات صعبة لحد ما بتقع ماريا، وبتبقى ليلي مبسوطة إن هي الأحسن. ساعتها بتقوم ماريا من على الأرض وبتبص ليلي بنظرة مخيفة، فبتجري منها ليلي
وتكمل ماريا جري وراها لحد ما بتقع ليلي على دماغها على الجليد وتموت. وساعتها بتتصل ماريا على النجدة عشان تبلغ عن الحادثة، وهي بتتصل بالتليفون بتشوف انعكاسها وبتكون ماريا بتعيط لأن صاحبتها اتقتلت من إيرام. ولما بتروح إيرام البيت تتكلم مع ماريا اللي هي انعكاسها في مراية الحمام، وبتطلب ماريا من إيرام إنها تبدل معاها ويرجعوا زي الأول. فبتقول لها إيرام إنها ما لمستش ليلي وإنها هي اللي موتت نفسها. فبتسألها ماريا وبتقول لها إنها مين بالظبط. فبتقول لها إيرام إنها عارفة بالظبط هي مين، وبتكمل إيرام اللي في جسم ماريا غسيل أسنان عادي. بعدها بتكون إيرام في عزم ليلي وبتبقى خارجة مروحة، ولكن جون بيوقفها وبيحضنها وبيقوله إن الموضوع صعب على الكل، وده لأنه عارف إن ليلي كانت صديقتها المقربة. ويبعت جون بالليل رسالة لميري إنها تيجي البيت. توصل ماريا لبيته وبتلاقيه كان بس عايز يشربوا مخدرات مع بعض عشان ينسوا اللي حصل لصاحبته. ولكن ماريا بتقوله إنها كانت بتغير من ليلي وهي معاه، وكانت دايما بتتخيل في نفسها إن هي اللي مكان ليلي مع جون وبيعملوا علاقة مع بعض. وفي تاني يوم بتبقى ماريا مع والدها في مطعم على العشاء، وهناك بيبقى والدها مستغرب إن بنته عندها شهية للأكل بالشكل اللي شايفه ده، رغم إن صديقتها المقربة ماتت من يومين بس. ويتعصب والدها ولما بيشوفها وهي بتاكل بالطريقة في وسط الناس في المطعم، وكمان بتحط رجلها على الكرسي وبتحرجه، فبيطلب منها إنها تحسن التصرف. ولكن ماريا بتعنده وبتستفزه أكتر وتشرب من الكحول بتاعه. فبيطلع موبايله اللي فيه تسجيل فيديو لماريا ويقول لها الفيديو ده واحدة معقدة ومريضة نفسيا. ويبقى واضح في الفيديو قد إيه ماريا مفتقدة للثقة في النفس، ويقول لها إنها تبطل تبقى مثيرة للشفقة. وتقعد عدل على الكرسي وبتسمع ماريا كلامه، لكن بتكون غضبانة منه جدا. وفي تاني يوم بتهرب ماريا وجون من المدرسة وبيروحوا لبيتها وبيعملوا علاقة. وفي اليوم اللي بعده بتطلب ماريا من جون إنهم يهربوا كمان النهاردة، ولكن جون بيقول لها إنه عنده امتحان فيزياء مش مهم ومش هيعرف. ولكن ماريا بتصر لحد ما تقنعه، وبيوصلوا الأوضة في فندق وبتبقى ماريا جايبة معاها إزازة فودكا كبيرة عشان يشربوها. ولكن بتيجي مكالمة من والدة جون وتقول لها إنه يجي وماريا عشان التحقيق في حادث موت ليلي. فمبترضاش ماريا إنها تروح التحقيق مع جون، وبتفضل تحاول تغريه إنه ميمشيش. فبيزقها جون وبتقع على الأرض، وبيجي يلبس الجاكيت بتاعه عشان يمشي، فبتخبطه ماريا على راسه بالإزازة وبتقتله. وبنشوف انعكاسها في المراية وبيتعيط على موت جون، وبتعيط إيرام هي كمان، ويواسوا بعض هما الاتنين في المراية على موت جون. ويجي والدة ماريا حلم على بنته يوم ولادتها، وبنكتشف إن ماريا كان ليها أخت توأم ولكن كانت مشوهة. فقرر والدها إنه يتخلص منها ويقتلها ويخبي جثتها. وبنعرف إن إيرام هي روح أختها التوأم. وتروح إيرام لوالدتها العيادة، بتمثل إنها سكرانة وتخليه يبصلها وبتسأل هي لسه مشوهة، وبتمسك مشرط وبتذبحه بيه. ووالدها اللي قتلها وهي لسه رضيعة، وهو بيحتضر بتسأله ليه معرفش يحبها وهي صغيرة. وبعدها بتروح إيرام تغسل المشرط وإيديها من الدم بتاع والدها. بتتفاجئ إن مراية مش موجودة، وبتطلع برا العيادة وبتتخلص من المشرط وبتدور في كل انعكاساتها على الإزاز والمرايات ومتلاقيش ماريا. وبترجع إيرام للبيت وبتنام في حضن أمها في السرير وهي بتعيط. وبتبقى إيرام نايمة على جنب والدتها اليمين، ويكون في الأوضة مراية كبيرة على السقف فيها والدتها وبنتها ماريا نايمة على جنبها الشمال. ويفضل المشهد يسرع وبيجي لقطات ما بين المراية والحقيقة، وبيظهر إن الأختين التوأم نايمين في حضن أمهم في النهاية مع بعض. وبكده يخلص فيلمنا. لو عجبك الفيلم متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.